ازاي حقنة أسبوعية معمولة لمرضى السكر تبقى فجأة حلم ناس كتير عايزة تخس؟ وازاي اسم زي أوزامبيك يتحول من روشتة الدكتور لترند على السوشيال ميديا؟ وهل ده معناه إن الطب أخيرا اخترع زرار سحري للتخسيس، ولا احنا اللي دايما بندور على الزرار ده؟ خلونا نفهم الأول وبعدين نحكم. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برين بايتس بودكاست. معاكم آية عفيفي، وفي حلقتنا النهاردة هنتكلم على واحد من أشهر الترندات اللي موجودة على السوشيال ميديا، أوزامبيك في الأساس دواء معمول لمرضى السكر من النوع التاني. فكرته ببساطة إنه بيقلد هرمون في الجسم بيقلل الشهية وبيبطئ عملية الهضم شوية، فالنتيجة الطبيعية لده إن الشخص هيحس إنه شبعان على طول وهياكل أقل. يعني مفيش حرق دهون سحري، هو بيأثر على الإحساس بالجوع مش أكتر. طيب لو الموضوع كده، إزاي بقى فجأة الحل المعجزة اللي ناس كتير بتتكلم عنه؟ والسؤال هنا، ليه بقى ترند؟ السوشيال ميديا بتحب الحاجات السريعة، زي قبل وبعد في 3 شهور، نتيجة واضحة وقصة سهل إن هي تتحكي. والحقيقة إن موضوع الوزن ده تحديدا حساس جدا عند ناس كتير، فأي حاجة بتوحي إن في حل سريع طبيعي إن هي تنجح. المشاهير اتكلموا عنه والناس بدأت تسأل، الخوارزميات حبت الموضوع وفجأة بقى اسم بيتقال في كل حتة. والسؤال هنا، هو احنا فعلا مهتمين نفهم ازاي الحاجة دي بتشتغل، ولا عاوزين النتيجة وبس؟ ليه أي حاجة بتقلل الشهية بتبقى مغرية قوي كده؟ لأن فكرة إنك تتعب، تغير أكلك، تتحرك وتستنى شهور فكرة مرهقة جدا. لكن حقنة أسبوعيا يا ريت، سهلة وبسيطة ومريحة نفسيا. الموضوع هنا مش طبي بس، هو نفسي بحت. احنا عايشين في زمن بيقولك لو مش عاجبك حاجة في نفسك غيرها بسرعة. في جسمك في حل، بشرتك في حل، مزاجك في حل. فكرة ان كل حاجة بقى ليها شورت كات بقت جزء من ثقافتنا. بس هل الجسم بيتعامل بنفس منطق التطبيقات؟ اي تدخل سريع في الجسم بيحاول يتأقلم معاه. والأبحاث بتقول إن أي فقدان وزن سريع لو مفيش تغيير في نمط الحياة غالبا الوزن بيرجع تاني. مش عشان الدواء وحش، لكن لأن الجسم مش بيتغير من بره بس، زي ما قلنا هو منظومة كاملة. وكمان في نقطة أخلاقية لازم نقف عندها شوية. لو الدواء ده معمول لمرضى محتاجينه طبيا وبقى فجأة مطلوب لأسباب تجميلية، تفتكروا ده بيأثر على مين؟ وسؤالي هنا مش اتهام، هو بس دعوة للتفكير. خليني أكون واضحة معاكم، المشكلة مش في أوزامبيك نفسه. الطب دايما بيطور أدواته، لكن المشكلة ممكن تبقى في توقعاتنا. احنا ساعات بنحمل الأداة فوق طاقتها، بنطلب منها تحل مشكلة أعمق. والحقيقة إن احنا محتاجين نقف مع نفسنا وقفة طويلة شوية. هل علاقتنا بالأكل صح؟ هل علاقتنا بشكلنا صح؟ هل احنا بنتعامل مع جسمنا كعدو لازم نكسبه، ولا كشريك لازم نفهمه؟ يمكن أوزامبيك مجرد مثال لترند دلوقتي، وبكرة ممكن يبقى فيه ترند تاني. بس السؤال اللي يستاهل ان احنا نفكر فيه هو ان احنا عايزين فعلا صحة، ولا عايزين نتيجة شكلها حلو في الصور؟ الطب بيدينا أدوات، لكن الحقيقة مفيش أداة تقدر تستبدل وعي وصبر وعلاقة متوازنة مع نفسنا. ويمكن أهم حاجة في كل ده إننا نسأل نفسنا، لو فعلا في زرار سحري يغير جسمنا كل يوم، هل ده هيغير إحساسنا بنفسنا فعلا، ولا هنفضل ندور على زرار تاني؟ المحتوى ده توعوي عام، وأي قرار طبي لازم يكون مع طبيب مختص. ولو الحلقة دي خلتك تفكر، يبقى احنا كده عملنا المطلوب. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة قريب.